تخيل شبكة التجارة العالمية نقطة صغيرة تتعطل والتأثير يوصل عندك هنا في القاهرة. العالم كله متصل، لو مينا واحد اتأخر الأسعار بترتفع، البضائع بتختفي، والاقتصاد كله بيهتز. في 2020 سعر الحاويات من الصين لأوروبا كان حوالي 1200 دولار، بعد نص سنة وصل ل 9000 دولار. بعض الخطوط البحرية لفت حوالين رأس الرجاء الصالح، والرحلة اللي كانت 10 أيام وصلت ل 20 يوم و30 يوم. يعني العالم كله اتفاجئ، المصانع وقفت، المستوردين مش عارفين يشحنوا، والأسواق المليانة فوضى. المواطن المصري حس بالأزمة على طول، أسعار السكر والزيت والدقيق ارتفعت، الأجهزة والموبايلات تأخرت شهور، البنك الدولي قلل المصروفات، الأسرة ذات الدخل المحدود زادت حوالي 11.9%. يعني لو أسرة كانت بتصرف 3000 جنيه دلوقتي محتاجة 3500 أو 3400 جنيه من غير أي خدمات إضافية. حتى البائع الصغير اتأثر، تكلفة الشحن زادت، واللي كان بيبيعه بسعر ثابت اضطر يرفع سعره النهارده.